يا مساء الاختلاف الجميل. النهارده اول حلقات بودكاست نقطة اختلاف. هنضحك، هنتكلم، هنتخانق، هنختلف، بس ده مش معناه ان احنا في الاخر مش هنتفق يعني. قولي لي يا لوجي، تحب اكون ماما اكتر ولا صاحبتك اكتر؟ بس قولي لي بجد بصراحة. بحس ان انتي لازم تبقي ماما في حياة وصاحبتي في حياة يعني. ازاي؟ في خناقاتي، في حوار، في حاجة عايزة احكيها لك قوي، عملت مصيبة. بحس ان انتي لازم تبقي صاحبتي، مش هاي يعني لو انتي ماما مش هعرف احكي لك. مهم. بس انتي بقى ماما بتربيني وكده يعني. حلوة بتربيني تربيني. دي. طب انتي عارفة ليه انا فعلا ببقى صاحبتك ومامتك في نفس الوقت وبعمل كده دايما ودايما حريصة ان انا اعمل كده؟ بجد. لان انا لما كنت في سنك كنت ببقى نفسي مامتي تعمل معايا كده، ان هي تتكلم معايا تسمعني، احكي لها كل حكاياتي، احكي لها ان انا بتخانق مع مين، بتكلم مع مين، عايزه اعمل ايه. بس ما كانتش بتسمعني. كانت ماما اللي هي الام الصارمه جدا، اللي هو الصح والغلط، لا واي حاجه اطلبها لو هي مش عايزاها تبقى لا وخلاص. تخيلي مين اللي كان بيتكلم معايا مين؟ ومين اللي كان بينزل لدماغي وبتحكي معايا حكايات تافهه جدا بس طول الوقت بتتكلم معايا؟ مين؟ تيتا، جدتي. مع الرغم ان الفرق بيني وبينها كتير يعني قوي. جدا، وكانت هي كبيره جدا، يعني كانت عندها حاجه و70 سنه، بس كانت بتقعد معايا وتسمعني بجد، وكانت تتكلم معايا في كل حاجه، لدرجه ان انا لما كنت ببقى عندي حاجات غراميه او اه، كده كنت بحكيها لها. يعني مش بحكي لمامتي لكن بحكي لجدتي، عشان هي كانت بتسمعني وبتتكلم معايا وبتنزل لمستوى عقلي. ايوه، بس انا برضو بحس انه زمان كانت التربيه مختلفه عن دلوقتي. اصعب على فكره ايوه، كانت زمان اصعب بكتير. جدا. بس دلوقتي خلاص بقى انه ماما بقت اللي هي في صحاب ومش عارفه ايه. و كول بقى. كل ماما وكده اعترفي انا ماما كول على فكره. مش قوي يعني. يا حرام عليكي. بس ساعات يعني بحس انه يعني على حسب برضو كل زمن في تربيه اكتر اه او بس في. احنا زمان ما كانش فيه التقارب ده. اه، دلوقتي انا بعمل معاكي كل حاجه. يعني احنا، طب انت بتتخيلي كده اكتر حاجه انا وانت بتقربنا من بعض؟ ايه الحاجه اللي بنعملها مع بعض فعلا؟ انا بجد عايزه الخروجات. اعرف. الخروجات ديت انا وانتي كده. بصراحة دي بالنسبة لي اكتر حاجة بحبها قوي خروجات نعملها. بس؟ حرام عليكي وشوبينج. بتظلميني. وشوبينج. امم. وجسبس بالليل كده. ايوه. في موفي نايت كده، بحب قوي الحاجات دي احنا بنخرج معاكي. مع بعض يا لوجي، احنا بنسافر مع ايوه. بعض اذا كان جوه مصر لا ولا بس بره انا بقول مصر. لك ايه الحاجة اللي انا بحب اعملها معاكي، موفي اي. نايت، جوسبس. ديت انا وانتي، بصراحة بعشق قوي الديت انا وانتي عشان بيبقى محدش فيه على فكره، جوسب. انت عارفه محدش فاهم يعني ايه ديت انا وبنتي. محدش يعني ايه ديت انت وبنتك ده. بس على فكره بيبقى بيبقى فعلا من مفيد. اجمل الاوقات اللي بقضيها معاكي. يعني بحس اي ام لازم تعمل كده مع بنتها عشان دي كمان حقيقه. ويقربوا من بتحسسها. بعض. بتحسسها بالامان، راح بتحكي بقى هي. جدا. ولازم الام تسمع بنتها وتديها فرصة انها تتكلم وتوصف اللي هي عايزاه، وتتكلم من غير ما تفكر ان هي تقول الكلام ده هتتعاقب عليه ولا لا. لا، تحكي اللي جواها كله. ولازم البنت كمان تتكلم مع مامتها وتسمعها وتحاول تحكي لها وتقرب منها. انا بصراحه اكتر حاجه بحبها فيكي ان انتي بتقولي لي غلطك، بتقولي لي ايه اللي حصل لك عشان ما اعملش زيك. بتقولي لي ايوه، تصدقي دي نقطة مهمة قوي. امم حكاية ان انا بحكي لك. طب عايزين نتكلم فيها دي بجد. احنا فعلا انا بحكي لك كل المشاكل اللي بتحصل معايا في حياتي من غير ما اتكسف منك. ايوه. حتى المشاكل اللي بتحصل لي مع اصحابي او مع صحباتي عموما انا ده بحكيها لك، هي. مع رغم ان انا واحده ست كبيره ومش عارف ايه والمفروض ما غلطش، لا انا بقول لك انا غلطت في ايه وايه اللي حصل عشان انت تتعلمي. ايوه، مش بحب عشان انا فيكي بتعامل كده. معاكي لانك طفله. انت عارفه انا بتعامل معاكي كده من وانت صغيره. ايوه انا فاكره. فاكره. ايوه. انا بتكلم معاكي طول الوقت كانك واحده كبيره قدامي. اه، وعمرك ما قلتي لي لما تكبري هتفهمي بقى. مفيش حاجه لما تكبري هتفهمي. انا لازم افهمك عشان لما تكبري ما تبقي تقعيش في فاهمه. دوت. تبقي فاهمه على الاقل. وده برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا، ان احنا نفهم ولادنا كل المشاكل وكل الحاجات عشان وحلولها. عشان عيالكم متقعش فيها. بالظبط. دي حلوة، بقى عيالكم مشكله. تقعش فيها. عيالكم متقعش فيها يا جماعه. صح كده. طيب فاكرة يا لوجي اول مرة زعلنا بجد من بعض لما كنت عايزة تخرجي لوحدك؟ اكيد اه، فاكرة. انا فاكره ايه طبعا بقى؟ عشان كان ساعتها عايزه اخرج مع اصحابي ايوه، وانتي وفي مكان انا مش عايزاكي تروحي فيه. ايوه. راح انتي قلتي لي لا، راح انا حسيت ان مفيش ثقه ما بيني انا وانتي مش واثقه فيا انا. مهم. راح اتضايقت منك جامد حلو. واتخانقنا. زعلنا من بعض قد ايه فاكرة؟ دقيقتين. انت عارفة ان احنا بنزعل من بعض وبنتخانق اقل كتير حاجه. جدا، اقل حاجه. بنتخانق كتير جدا. لكن في الوقت يعني في الاخر احنا بننسى. طب انا بدخل اتخانق معاكي في الاوضه صح كده بمنتهى الامانه، اطلع من باب الاوضه تطلعي انت تاني المطبخ مثلا، اقوم قايلاكي مقلوبه مثلا وقلبه وشك، اقوم قايله لك ايه؟
مالك زعلانه ليه؟ ليه؟ انا ببقى نسيت اصلا ان احنا يا ترى متخانقين ليه؟ جوه. مش اكيد مش عشان متخانقه معاكي يعني. ده بجد. اللي هو انت ايه اللي مضايقك؟ لا بحس انه احنا بنزعل لكن بنرجع اه نتصالح على طول. بس بحس ان الخناقات لما تطول ما بين الام وبنتها بتبقى اوحش، عشان انا لو طولت معاكي انت هتقلبي اكتر، انا هقلب اكتر، مين هيصالح التاني؟ محدش. هو ايه الفرق في ما بين عند بقى الاصحاب اللي هو انت وصاحبتك اللي في المدرسه او في النادي او في اي مكان وما بين انت ومامتك؟ ولا حاجه. لا لا بهزر، مامتي بتحبني وبتخاف عليا بس كده، و شكرا شكرا. ايوه حقيقي، مامتك بتحبك من جوه قلبها، ايوه بتحبك تكوني احسن منها. لكن صاحبتك حتى لو كانت انت قصدك احسن واحده بالنسبه لها، ممكن في وقت من الاوقات يحصل حاجه تغير منك شويه، ده كده كده. تتخانق معاكي على اتفه سبب. الصحاب برضو حتى لو قعدوا معاكوا سنين في الاخر هيقلبوا عليكوا في ممكن النهاية. تقلبوا على بعض، وفي عادي. طبعا اصحاب كويسين جدا، احنا مش هنقدر ننكر ده. في لكن كتير. برضو مين اللي صاحبتك من يوم ما اتولدتي، من يوم ما انت في بطنها لغايه ما هي تموت؟ هي بعد مامتك. الشر. مامتك اكتر واحده حبيبتي، انت حبيبتي. مامتك اكتر واحده في الدنيا هتخاف عليكي، مامتك اكتر واحده في الدنيا هتديكي النصيحه، مامتك اكتر واحده في الدنيا هتبقى عايزاكي احسن منها وعايزه تشوفك احسن واحده. فاحنا الزعل ما بيننا ايه؟ او نص ساعة اخره حاجة. ده اقصى اكتر مده على حاجة فكره يعني، ها تبقى ننساش احنا المعلومه. بنبقى قاعدين كده بعيد عن بعض وخلاص. نص ساعة بعد نص إذنك، ساعة. وبدخل أجيبك من دماغك جوه. بس برضو يعني على حسب كل خناقة احنا بنقعد قد ايه. بس بنتخانق كتير، بس وده ما يمنعش إن بس إحنا أنا بالنسبة لي مختلفين. الخناقات بالنسبة إحنا لي حتى لما بنختلف إيه اللي بيحصل؟ انا بالنسبة لي الخناقات لما بنختلف إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بنتفق. ايوه، بس انا بالنسبة لي برضو زي ما قلت دلوقتي الخناقات هي اللي بتقرب الامهات مع بعض. الامهات العيال أنا فاهماكي على انا مش فكرة. عارفة اشرحها أنا دي. فاهماكي، الخناقات هي اللي بتقرب وجهات النظر بيني وبينك. ده قصدك يا فندم؟ صح. تمام. شكرا. دلوقتي يا ماما هسألك سؤال عشان انت قاعدة تسألي فيا. دلوقتي انا هسألك اتفضلي. ايه اكتر حاجة بتعصبك مني؟ ياه، أكتر حاجة بتعصبني منك ايه ده؟ لما أقول لك يعني ايه دلوقتي؟ لما بقول لك مالك يا لوجي زعلانة ليه وأنتي ترد عليا مفيش، وافضل اسالك مالك يا لوجي زعلانه مبيبقاش ليه تقولي فيه. لا. بيبقى فيه، انا عادي. بيبقى فيه وبتيجي تعترفي لي بعدها، بس لا في وقتها ساعات مبقاش فيه بجد وانت ايوه بتبداي ببقى تقولي صاحيه فيه. كده عايزه انكد على الناس. عادي مزاجي. يا سلام، كيفي كده. ايوه جوزائيه خطيره. بس ايه اكتر كده. حاجة يعني؟ لا في والله حاجة تانية؟ بجد لا دي. بس ان انا بقولك مفيش. ايوه انت كيوته. انا بصي بقى، انت كيوته مش بتكذبي، ودي اكتر حاجه بقى لو هتساليني تقولي لي اكتر حاجه بحبها فيكي ان انت مش بتكذبي، ودي حاجه مهمه جدا. لان في جمله مهمه قوي انت بتقوليها على الكذب، والله عايزاكي تقوليها، فاكره؟ الكدب ملوش رجلين. لا مش ده مثل حضرتك. ده بجد. لا عايزاكي تقولي انت اللي انت بتقوليه اللي هو الكذبه الصغيره بتجيب الكذبه الكبيره. وانت صح. برضو قلتي لي قبل كده ان طالما البنت خبت على مامتها يبقى دي بتعمل حاجه حاجة غلط. يبقى هي بتعمل حاجه غلط. صح، دي حقيقه على فكره. انا بالنسبه لي ان مفيش بني ادم ما بيغلطش، بس المهم ان انت لو غلطت تعترف بغلطك وبعدين ما تعملش كده تاني. وتيجي تقولي لمامتك. ما تعترف بغلطك ايوه يعني بس إن هو- لمامتك بقى، لان أيوة. ما تعترفيش بغلطك لواحده صاحبتك. عشان الصحاب هيروحوا يفتنوا في الاخر، انتي لو مامتك سمعت من بره هتشيل الثقه ما بينكم خالص. بالظبط كده، برافو عليكي. لكن لما تيجي تحكي لي على اي مشكله انت بتقعي أيوة. فيها، انا اكتر واحده هسندك، وانا اكتر واحده هساعدك، وانا صح. اكتر واحده هحللك مشكلتك. لكن لو رحتي حكيتيها لصاحبتك عمرها ما هتعمل لك حاجه، وبالعكس ممكن الغلطه الصغيره اللي انت وقعتي فيها تكبر وتتفاقم وتبقى مصيبه كبيره. صح. يبقى احنا مش محتاجين نعمل والغلط كده. بيجيب غلط زي ما قلنا. غلط برافو بيجيب عليكي. غلط. وبصراحه انا برتاح كمان لما باجي احكي لك بقى انا عملت ايه او حاجه انا عملتها غلط وحسيت ان انا غلطانه، حاجه خبيت لي عليكي، انا بجد برتاح قوي. بحس ان انا كده، عارفه لما احس ان انا شايله وزن تقيل كده يلا سبته كده، بحس قوي كده. بحس انه الغلط ده خلاص انا عملته، خلاص ما فيش حل ان انت هتزعقي لي هتعملي لي، بس في الاخر برضو انه عملته لازم احكي لك عشان ما تعرفيش برضو من بره صح كده. بصي يا لوجي، انت مهما هتكبري انت برضو هتفضلي بنوتي الصغيره. تمام، يعني اللي هفضل في ظهرك وهفضل احميكي وافضل اعمل كل حاجه تساعدك. فانت لو فاكره نفسك ماشي انت كبرتي دلوقتي وليكي خصوصيه، طبعا ليكي خصوصيه، وانا بحاول اديكي المساحه دي للعلم يعني. هنتكلم فيها بعدين انا لا انا اتغيرت على فكره بعد اذن حضرتك، انا اتغيرت كتير وبقيت بديكي مساحه يعني مش عشان تبقي فاهمه. احسن من الاول شويتين كده. الحمد لله. الحمد لله ان انا بقيت بعمل كده اصلا.
فمهما تكبري انت هتفضلي بنوتي الصغيره، بس برضه هحاول على قد ما اقدر ان يبقى ليكي مساحتك، ويبقى عندك خصوصيتك. على فكره انت عندك الديلي نوت بتاعتك، انت كاتبه فيها حاجات انا لغايه دلوقتي ما فتحتهاش ولا اجرؤ ان انا اعملها عشان للعلم. انتي لو عملتيها انا بجد مش لا هكلمك لا تاني. والله العظيم مش هعمل كده. انا بالنسبه لي اي بنت محتاجه تعمل يعني حاجه خاصه بيها قوي، عشان تحس ان هي برضو من غير ليها ما مامتها حاجه. تقحم نفسها اه عليها. عشان ليها حاجه، هي مش لكل حاجه اللي هي مامتها معاها، راح لازم يبقى ليها هي حاجه، ليها حاجه بتحبها. زي فاهمه؟ الدانس مثلا. انت اللي بتعملي دانس بس. ايوه، دي حاجه انا بحبها، وانتي اي حاجه بتحبيها تعمليها بنعملها سوا. طب انا عايزه اسالك على حاجه بس تجاوبيني بصراحه. بصراحه. لا بصراحه بجد، والله ايه بصراحه. اكتر حاجه بتحبيها فيا؟ هي اكتر حاجه بحبها فيكي مم. كده كده كل حاجه، بس اكتر حاجه بحبها انتي لما تيجي كده تتكلمي معايا واكلمك، وحتى لو حواراتي بجد بتبقى تافهه جدا، بس انتي بتسمعيني تقولي لي حلول حلول. حلول. وبحب قوي لما كمان ننزل انا وانتي تحكي لي عنك. يعني بحب قوي لما اقعد معاكي وانتي تحكي لي عن زمان قوي، انتي او انتي وبابا. كنت بحب قوي ان انتي لما بتحكي لي. دي اكتر حاجه بتحبيها فيا، بس المفروض تكتبي صفحتين على اللي انا اكتر لا حاجه بتحبيها. وبحب قوي لما انتي انا بتبقي. بحبك اكتر. انا بموت فيكي والله. حبيبتي. انا هسألك بقى، اتفضلي. ايه اكتر حاجة بتحبيها فيا؟ ياه، ايه هي؟ هفكر شويه، مش لاقيه لك حاجه. لا والله انا كل حاجات حلوة. ايوه انا كل حاجات حلوه على انا من فكره. فوقي لتحتي عسل. ايوه بقى يا لوي على يعني الغرور. انا بصي يا لوجي، انا بحب كل حاجه فيكي. طب انا هقول لك على حاجه بسيطه الاول. مم. انا اول ما اتجوزت انا كانت امنيه حياتي اخلف بنوته. يعني انا كان امنيه حياتي ان انا يبقى عندي بنوته علشان اعمل معاها كل الحاجات اللي بعملها معاكي. اه ان احنا نبقى اصحاب وبنحكي مع بعض وبنتكلم مع بعض وبنسافر مع بعض وبنخرج مع بعض. فانا كان كل ده نفسي فيه. فربنا اداني بنوته حلوه طيبه. انا بحب طيبتك الحقيقيه، طفولتك اللي انت عايشه سنك اللي بجد، انك ما بتكذبيش، ودي اهم بوينت عندي معاكي. انتي ما بتكذبيش وما بتحاوليش انك تكذبي، ولما بتغلطي بتيجي تقولي لي غلطك، ما بتحاوليش انك تعملي العكس او تقولي ان صاحبتك هي اللي عملت. ما فيش الكلام ده. فكل الحاجات دي بجد بجد بحبها فيكي جدا. عارفة ليه انا عمري ما كدبت عليكي؟ ليه؟ عشان انتي عمرك ما عاقبتيني، حتى لو جيت قلتلك عملت مصيبة كبيرة عمرك ما جيتي عاقبتيني. على طول كنت بتلاقي لي حلول معاكي، على طول كنت بتلاقي لي سبب، على طول على طول انتي واقفة جنبي، حتى لو انتي شفتي انه ده غلط بس انتي واقفة جنبي عشان انا جيت قلتلك. انا ما بحبش اكدب عليكي الصراحة. انتي عارفه اصلا لما بتيجي تحكي لي ان انتي عملتي حاجه او غلطتي في حاجه، انا هنا بثق فيكي اكتر. انت عارفه ان هنا الثقه بجد بجد بتتبني بيني وبينك وبتبقى اعلى، وبثق فيكي ان انا ما بدورش وراكي. مثلا عمري ما مسكت تليفونك، عمري ما دورت وراكي انت بتعملي اه ايه. ما بعملش انا كده لان بالنسبة انا لي واثقه ان انت لما بتغلطي حتى اول حاجه هتيجي تعمليها انك هتيجي تحكي انا لي. بالنسبة لي لو انت مسكتي تليفوني انا هزعل. انك كسرتيني كده ورميتيني حرفيا بالنسبة لي. كسرتك ورميتك. كسرتيني ورميتيني. يا نهار ابيض. اه بالنسبه دي لي. جامده قوي دي. بالنسبه لي انه التليفون دي هو حاجه انا بعمل فيها كل حاجه، بقعد بيها على يعني انت طول. هتشوفيها كده ان انا كسرتك وان انا كده مش واثقه فيه خالص. ب... يا نهار بربع ابيض. جنيه حرفيا. يعني انتي مفيش كده نسبه ثقه ما بيننا. يا نهار، ده انت خضتيني على فكره. والله العظيم انا اتخضيت. عشان التشبيه جامد يعني. عشان الثقه هي المفروض ان انا واثقه ما هو انتي خلي بالك يا بتتكلمي لوجي، ايه لوجي ده بتعملي ايه. ده مبني ما بين الام وبنتها. يعني لو انت مديه المساحه لمامتك ان هي بتثق فيكي وما بتكذبيش عليها عمرها ما هتفتش وراكي. لكن لو انت بني ادمه بتكذبي الام ساعتها، طب انت رايك الام ساعتها تعمل ايه؟ هتفتش هكلمك في بقى تليفونها. كبنت، انت اللي بنت وانت اللي هتحطي الكلام. ايوه هتفتش في تليفونها، هتسمع وهي بتتكلم مع اصحابها شفتي؟ ايه. مم؟ مش هتبقى واثقه هي نازله مع مين ومش هتثق حتى. فيها انها تنزلها من البيت. حتى لو نزلت هتبقى عارفه هي اكيد بتعمل حاجه غلط اكيد دلوقتي. ده لو هي مش واثقه فيه. لو هي مش واثقه فيه. لكن لو واثقه فيها لو واثقه فيها هي ولا خلاص. هنا. لا خلاص هتبقى مديها ثقه لكن برضو بتخاف عليها. ايوه ده مفيش خوف. مفيش ام لا هتقول ما ولا هو هنا في دي. فرق ما بين الخوف والثقه. مم. الخوف اللي هو انا خايفه ان يحصل لها حاجه، بالظبط. اطمن عليها كل شويه. بس ايوه. الثقه لو مفيش ثقه يبقى انا هكلمها كل عاجبني دقيقتين عقليتك اسمع. انسه لوجي، عجباني عقليتك.
بقول لك في هنا في هنا مخ. في هنا ايوه طلع في المخ والله. بس انت فيكي بقى مشكله يا ماما، ان انت بتزعلي على طول في ثانيه، يعني في ثانيه كده بلاقيكي وشك اتقلب اصفر، الوان غريبه والله. ماشي، بس انا لما بتعصب بسرعه برجع ايه؟ ما اي تهزريش. بس انت لا مش بقول العصبيه، العصبيه امال دي ايه؟ حاجه انا عصبيه يا لوجي، ما انت عارفه ان انا انت عصبيه. انت عصبيه من قبل ما اجي عموما يعني انت عصبيه طول عمرك. بس انا شكرا. قصدي في اللي انت بتتضايقي بسرعه، يعني حاجه بسيطه كده ايوه خلاص دي حقيقه. كلمنيش خش اوضتك. انت معاكي كل الحق يا فندم، وانا مش هقدر اقول لك اي حاجه عن بهزر المعلومه معاكي دي. ما بهزرش معاكي، خلاص انا يلا وقولي كمان ما بفهمش القلش بتاعك تفهميش وببوظه. بتبوظيه كمان. خلاص، ما انا انتي اعترفت على نفسي والله. بتبوظيه انا اعترفت. وبتضحكيش وبتفهميش في نفس الوقت. شكرا يا لوجي، شكرا. على فكره برج الحمل كله كده، بيتعصب لا بسرعه جدا وبينزل بسرعه جدا، فما يعني نتكلمش انا بقى. بالنسبه لي انتي يا ماما مش برج الحمل، انتي انا مش بؤمن البروج، صح جمع يا بروج نهار ابيض جمع بالابراج. الابراج. أنا... بس انا بالنسبه لي انتي يا ماما نفسك شخصيا ايوه. يعني ما تفهميش القلش بتاعك. شكرا يا لوجي، معلش انا كتر خير على اللي انا بعمله معاكوا على فكره. بس برضه يا ماما هقولها تاني، ان انا وانتي حتى لما بنتضايق من بعض او في خناقه ما بنطولش كتير، يعني دي حاجه كمان تبقى حلوه. احنا بنتخانق زي ما قلنا كتير قوي، بس برضه ما بنطولش، يعني اللي هو فيش اللي هو كلمه اللي هو احنا قعدنا يوم متخانقين. لا لا، ايه ده؟ لا طبعا صعبه قوي يعني. حبيبتي، انا ما حتى اقدرش. حتى لو انت متضايقه مني كده تاكلي تنزلي يلا نخرج يلا نعمل دي بقى حاجه. انت عارفه صح. على حاجة فكره دي حقيقه، احنا بنبقى متخانقين وادخل اقول لك ايه، يلا البسي عشان هننزل ده نتغدى مرض نفسي ما مره. بينا عموما، ده مرض نفسي بجد، ان انا وانتي متخانقين ويلا لا ده ننزل دليل ان انا يعني. بحبك. مفيش حاجه اسمها متخانقين، مفيش خناق بين الام وبنتها يا لوجي. لا في لا مفيش في حبيبتي. انت فاهمه في انت ايه؟ خلاف. في خلاف وفي اختلاف، تمام، بس اه بنتفق في الاخر للحاجه اللي صح. اه تمام. لكن انت مني وانا انا. بطلع انا الصح في الاخر. يا نهار ابيض، لا 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 انا لا بطلع لا انا كده الصح كتير، كده كتير على عليا. الحوار، انا بطلع انا الصح يا ماما. يا لوجي بلاش تقولي كده، يا هطلعك كذابه. انا كدابه مين اللي بيبقى صح والله لما أنا. بقول لك على موضوع؟ مين فينا اللي بيبقى صح، انا ولا انتي؟ في حوارات ماشي انت، أيوة. بس انا اكترين انا اللي بكسب. والله ما انا رد عليك، هصورك والله ما هصورك انا رد واحنا عليك. بنتخانق. ماشي، هقولك انا اهو. موافقه، انا موافقه. ديل ديل، يلا. ماما دلوقتي انت لو اكتشفتي ان انا عندي بوي فريند هتعملي ايه؟ ما انا اكتشفت قبل كده. نعم. ايه، ناسيه ولا ايه؟ ناسيه ايه؟ لما في مره واحد في المدرسه بعت لك شات وقال لك ان احنا عايزين نبقى كده اصحاب، بس اصحاب بره الجروب بتاع المدرسه. ايوه بس انا صاحبتوش. ايوه يا حبيبتي، انا بقول ان انا اكتشفت حاجه زي كده. وانتي حصل ايه؟ طب احكي انتي، هسيبك انتي تحكي ايه اللي حصل. اول ما بعت ماشي لك انتي عملتي ايه؟ رديت. رديتي عليه وقلت له لا احنا اخوات، وعملتي ايه بعد كده؟ جيتي لي عملتي ايه؟ يعني جيت حكيت لك. وريتيني الشات ووريتيني، وقلت لك ساعتها اخرجي من الجروب يا لوجي ومالكيش كلام معاه تاني خالص. ولما كانش بعت لك جروب، تاني، كان شات ما بين. ايوه لا لا انا بتكلم على الجروب بتاع المدرسه، قلت لك اخرجي من الجروب ده اللي هو فيه، ولو جه بعت لك تاني قولي له قلت لك وبعديها قلت لك ما ينفعش اخرج من الجروب عشان بيبعتوا حاجات. تمام. بس لما هو بعت لك تاني لا ليه بقى؟ عشان انت وقفتيه عند حد وفهمتيه ان انت مش بتعملي كده. عملت له خط كده، قلت له هيعدي خط دعوه. يا سلام يا سلام. انت مقتنعه يا لوجي اصلا مقتنعه بايه؟ بالبوي فريند والجيرل فريند في سنك؟ في سني انت عندك كام سنه؟ 14. في 14 سنه. في سني لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. وبالنسبه طب لي الميكروفون مع حضرتك انسه لوجي، فهمينا. لا طبعا ليه؟ وبالنسبه لي لو هيتصاحبوا، انا بالنسبه لي اصلا فكره الصحاب دي حتى لما يكبروا مش في بالي، ممكن يتعرفوا عشان يتخطبوا. تمام، ده لما ماشي. يكبروا. لا انا بتكلم على دلوقتي. دلوقتي مفيش وفي حاجة اسمها وقت حب انت أصلاً. خلي مفيش حاجة بالك، اسمها انت ماشي، انت دلوقتي اصلا عندك المشكله دي حواليك من اصحابك، تمام؟ يعني انت شايفاها غلط ليه؟ شايفاها يعني شايفاها عشان هم اطفال. شكرا. اطفال. والله اتمنى ان كل البنات تسمعك وتبقى عارفه ان انتوا أطفال. 14 سنه اطفال. ده في اصغر مني بيتصاحبوا عادي. شكرا برضه. ماما ايه اكتر موقف محرج حصل لك في حياتك كلها دي؟ موقف محرج حصل لنا؟ ايوه. هل تتوقعي ان انا ممكن يحصل لي موقف محرج؟ عادي انت بني لا يا آدمة. فندم، لا لا لا، انا شريره من وانا صغيره، ما بيحصليش موقف لا لا محرج. اكيد حصل، انت مش لا. عايزه تقولي. والله انت عايزه تخبي. طب والله العظيم ما حصل فاكره. لك حاجه يلا. هو ممكن يكون حصل لي حاجه، بس فعلا مش فاكره دلوقتي، بجد مش فاكره. بس انا ما حدش يقدر يحرجني عشان تبقي ماشي. فاهمه. ليه؟ مين؟ مسيطره. مسيطر. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. لو حد عايز يطلع معانا في حلقه يبعت لنا. سلام.